ونروح بعد كده للمركز الرابع مع أول فيلم عربي لمؤسسة آلاء، جزيرة النور. أول فيلم عربي طويل وقوي. أنا فاكر بأن الفيلم ده محبوب قوي أيامها لأن فكرته قوية جدا ومثيرة، طرزان العرب. مع أن فيلم ديزني طرزان اتعرض بعد الفيلم ده ب10 سنين، لكن فكرة طرزان نفسها قديمة جدا، والفيلم ده واخد منها وواخد من اللي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام في حتة إن الحاكم مانع خلفة الأولاد نهائيا علشان يحافظ على عرشه، فهتحمل أم بولد وهتطلقه في البحر قبل ما يتقبض عليها. وبعد كده نبدأ قصتنا مع النونة ده اللي هتعيش معاه كل تفصيلة من وهو في البحر لغاية ما يقابل أمه الجديدة اللي هتلعبه وتهتم بيه لغاية ما يكبر ويحاول يعرف هو مميز في إيه. وكمان هيستغرب لما الغزالة اللي لسه مولودة بتجري عادي، وهيتساءل هو مميز في إيه زي الحيوانات. كل التساؤلات دي بتدور في ذهنه فعلا. وبعد كده أم الغزالة هتتعب ويرعاها هو لغاية ما تموت، وهيحصل هنا زي اللي حصل مع قابيل وهابيل، من ناحية طائرين يتعاركوا مع بعض وواحد منهم يموت والتاني يدفنه. وهيبدأ بعد كده يقلد الحيوانات علشان يعرف طبيعته، ومع الوقت هيبدأ يفهم بأنه مختلف عن الحيوانات في أنه بيفكر. وحوارات كتيرة كده هتشدك جامد وتشوف كل ده هيعمله لوحده ازاي، خصوصا لما يقع في مصيبة وينجو منها. هنا هيعرف بأن في رب بيدبر كل شيء، وهيبدأ في رحلة البحث عن ربنا لغاية ما يكبر ويبدأ يتأمل كل حاجة ويشغل دماغه صح. وبعد كده يطب على الجزيرة ناس عادية هيهتموا بيه ويعلموه يتكلم وإن ربنا هو الله والكلام ده كله. فيلم يعتبر إلى حد ما ممل، قرب الساعة وتلت، وكمان مؤدي صوت صاحبنا مستفز شوية، بس الفيلم متعوب عليه جامد في الأفكار ومليان حاجات تدعو للتأمل. الرحلة في التعرف على طريقة الإنسان في التفكير والتكيف وإزاي هيتصرف في أوضاع زي كده، مش زي طرزان والهطل اللي فيه.